جيت لبست قطعة سعرها غالي وشكلها قيم جدًا، شُفتيها على المانيكان، ولمّا اشتريتيها ولبستيها لقيتيها شكلها رخيص أوي وشكلها رديء، يا ترى إيه السبب؟ المعلومات اللي هاقولها النهارده إن شاء الله مهمة جدًا لأي حد بيصمم أزياء أو حتى عامل مشروع صغير، بحيث إنه يقدر يساعد الclient بتاعه إنه يعرف يلبس إزاي. معلوماتنا النهارده هتكون عن إزاي القطعة تبان شكلها قيّم حتى لو قماشها غير فاخر وحتى لو تفاصيلها بسيطة. هنشوف مع بعض النهارده بعض النقط المهمة اللي مهم نركز جدًا عليها وإحنا بنصمم سواء لشركة أو لعميلنا المباشر. واللي أول مرة بيشوفني، أنا جاكلين بولس، متخصصة في عمل الباترون والتصميم للشركات والمصانع، ومن خبرتي الحياتية والعملية خلال سنين طويلة بقدر أقدم لكم نصايح مهمة تقدروا تتابعوني لمعرفة المزيد. تعالوا نبتدي مع بعض النقط بتاعتنا. أول نقطة وأهم نقطة هي نقطة الفت. إزاي الفت يكون مظبوط جدا على البنت اللي بتلبسه؟ كتير أوي ممكن بنشتري القطعة مضبوطة جدًا على المانيكان، هي بتبقى متدبّسة وبتبقى معمولة بوضعيات معيّنة أو حتى في التصوير، يعني اللي حضر قبل كده session تصوير لموديلات بيعرف قد إيه هُم ممكن بيشبكوا القطعة من ورا الموديل، بيضبطوها عليها، لو فيها أي défaut أو أي عيوب بيخبّوها، بس المقياس الحقيقي لنجاح أي تصميم هو الفَت. أيًا كان التصميم ده oversize مضبوط على الجسم، بليزر، الfit الحقيقي هو المضبوط. واتكلمت أنا قبل كده عن النقطة دي باستفاضة في موضوع الoversize ووضحت قد إيه أهمية الfit في النقطة دي، زي ما قلنا قبل كده أهمية ميل الكتف، السقوط الجيرو، اتساع القطعة، اتزان الأمام والخلف، كل النقط دي مهمة جدًا، يبقى لازم أهم عنصر أركز عليه هو الfit. تاني سر وهو التوازن البصري. يعني ايه التوازن البصري؟ يعني لو انا بعمل تصميم، سواء بعمل التصميم ده لعميل عندي في الاتيليه او لشركه ازياء، فلازم جدا اهتم ان الموديل او التصميم ده يكون متوازن بصريا، واني اساعد العميل بتاعي ان هو يظهر في احسن مظهر ممكن. يعني مثلا دلوقتي لو انا عندي بنت نحيفه وعايزه تصميم معين، ما ينفعش اعمل لها تصميم فيه خطوط طوليه او فيه تقليمه بالطول هتبينها شديدة النحافة وهتديها مظهر رديء جدًا مهما كان التصميم جيد والباترون كمان جيد، فلازم في التصميم أراعي ده. كمان لو أنا باعمل دلوقتي تصميم لبنت بدينة مثلًا أو لشركة مثلًا، هي الشركة دي بتتعامل مع العملا بتوعها من المقاسات الكبيرة، ما ينفعش آجي أعمل لهم قصّات عرضية. يعني أنا دلوقتي لمّا هادّيها قصّة عرضية أنا بالتالي زوّدت إحساس العرض بتاعها، أو إني أدّيها style أو أعمل لها تصميم الكتاف فيه عريضة، طب أنا كده أذيتها، اديتها شكل غير متناسق، وبالتالي مهم جدًا إني أراعي القصّات. حاجة تانية، لو أنا حتى عاملة قصّة عرضية أو في الدراع، البنت دراعها كبير، ما ينفعش آجي أعمل لها قصّة في الكُم عرضية على امتداد الصدر، بصريًا هتبان المساحة دي كبيرة وأنا كده بروزتها، وبالعكس اديتها شكل مش أحسن حاجة. عشان كده التوازن البصري ده نقطة حساسة جدًا لازم تختار بعناية. يعني مهم جدًا إني أختار القصة المناسبة للعميل أو للشركة اللي أنا هاعمل لها، لإنه مهم جدًا لمّا ندرس بعد كده إزاي أعمل تصميم للشركات. مهم جدًا إني أعرف إيه العميل اللي الشركة دي بتعمل له التصميم ده. تاني حاجة حجم الجيب. يعني أنا دلوقتي لو بنت صدرها كبير أو بتتعامل مع فئة معينة من المقاسات الكبيرة، فما ينفعش إن أحط التصميم يكون حجم الجيب كبير أوي، مش متوازن مع باقي القطعة. أول حاجة العين بتشوفها هي الجيب، دمّرت التصميم خالص. لازم أختار حجم جيب متناسق مع التصميم. كمان ما ينفعش أختار حجم جيب صغير أوي لقطعة oversize عريضة، وبالتالي لازم أراعي مقاييس الجيب. ممكن يكون فعلًا في مقاييس عملية لمقاسات الجيب، لكن كمان لازم أطوّع المقاييس دي للسوق وللتصميم بتاعي، لإن الجيب عنصر مهم جدًا، جدًا في القطعة بتاعتنا والتوازن البصري، لإنه القطعة باينة، خاصةً لو أنا باستخدم الجيب من خامة مختلفة أو تقليمة معاكسة للقطعة الأساسية، وبالتالي لازم أهتم جدًا بحجم الجيب وتناسقه مع باقي التصميم.
عرض الكم عنصر مهم جدا في التصميم بتاعنا. ما ينفعش ان اعمل تصميم واسع واختار عرض كم غير متناسق معاه او غير متناسق مع العميلة زي ما قلنا قبل كده. وعرض الكم مش بس عرض الكم كمساحة، كمان اتجاهه مع النسيج. زي ما قلنا لو انا دلوقتي بعمل القماش عندي بالعرض مثلا، ممكن تكون بنت نحيفة لكن عندها منطقة الذراعين دي عريضة، هخلي الخطوط بالعرض وبالتالي هديها إحساس بالامتلاء في المنطقة الأمامية. لكن في نفس الوقت هي عندها مشكلة إن الكم عندها أو الذراع عندها عريض، وبالتالي لازم في الحالة دي إني أغير التصميم بحيث إن أخلي مثلا هنا الخطوط طولية تديني إحساس إن المنطقة دي رفيعة، لكن الأمام والخلف ممكن أديله خطوط عرضية يساعدها في الظهور بمظهر أفضل. عشان كده اللعب بالباترون واللعب بالقصات وكمان النقشات بتاعة القماش ده في منتهى الأهمية. رابع نقطة مهمة هي منطقة الخصر. منطقة الخصر أو منطقة الوسط لازم أعرف أحدد مكانها بالظبط فين على التصميم بناء على العميل اللي أنا بعمله التصميم ده. يعني ما ينفعش مثلا بنت حجم البطن عندها كبير، ممكن يكون كل جسمها مظبوط لكن تيجي عند منطقة البطن حجمها كبير وتختار هي موديل عجبها جدا على الموديل ان هو في منطقة الوسط محددة وشكله جميل. وكل الموديل احيانا التصميم كله بيعتمد بس على منطقة الوسط وبيكون مخصص مثلا لجسم زي ساعة رملية وهي جسمها تفاحة ممتلئ في منطقة البطن. ما ينفعش ابدا اني اديها وسط في المكان ده او اني احدد لها الخصر او احط عليه حزام عريض او كده انا دمرت شكل البنت خالص وبوظت كل معالم الجمال بتاعها لاني ابرزت مشكله حقيقيه عندها. وبالتالي لما هتيجي حاله زي كده وهنعمل لها تصميم لازم نختار مكان قصه الوسط المناسبه. في الحالة دي على سبيل المثال يفضل اني بختار قصة الوسط تكون قصة امبير تحت الصدر بحيث انها تخفي بعد كده عيوب منطقة البطن. لازم مهم جدا وانا بصمم اراعي جسم العميلة واحاول اني بطريقة لطيفة طبعا اني افهمها ايه اللي هيبقى شكله افضل عليها واساعدها. لان مهمة مصمم الازياء مش بس انه يرسم رسمة حلوة، لا مهم كمان انه يوظف الرسمة بتاعته لخدمة العميل ان هو في الاخر يديله فت مميز جدا ليه. وبالتالي ده اللي بيفرق تصميم الازياء عن ان حد يروح يشتري، اي حد هيروح يشتريها عجبته القطعة هيقيسها وخلاص بدون مراعاة لاي جوانب تانية. لكن مصمم الازياء او حتى لو هو عامل مشروع صغير كل ما يحاول يساعد العميل بتاعه او العميلة بتاعته ان هي توصل لاحسن فت ده في الاخر هيعود عليه. يعني ممكن يتعب نفسه في تصميم صعب جدا ومعقد وكله تفاصيله في الاخر شكله وحش لمجرد تفصيلة بسيطة جدا كان ممكن يراعيها من الاول في التصميم بتاعه. علشان كده قلنا الاربع نقاط دول مهمين جدا جدا في جودة التصميم. وهراجع معاكم نقاط التوازن البصري زي ما قلنا: القصات، حجم الجيب، عرض الكم، ومنطقة الوسط، ودي عناصر أساسية جدا في التوازن البصري للقطعة. في طبعا عناصر أخرى مكملة بس دي أهم 4 عناصر ممكن نتكلم فيهم عن التوازن البصري. وعلى فكرة البراندات الكبيرة بتشتغل قوي على نقطة التوازن البصري، هي بتبقى عارفة مين العميل اللي بيشتري منها وبالتالي دارسة ايه التفاصيل الغالبة على الجسم بتاعه، وبالتالي بيوظفوا موضوع التوازن البصري ده ان هم يدوا العميل قطعة اول ما يلبسها يحس ان هو مرتاح جدا وان هو مبسوط وسعيد بالقطعة دي. تالت سر من أسرار التصميم الراقي اللي يبين القطعة معايا فخمة وجميلة حتى لو القماش غير قيم: الراحة. يعني ايه الراحة؟ لازم التصميم يوفر معايا الراحة للعميلة بتاعتي، وده عنصر اساسي جدا وجزء لا يقل اهمية عن جمال التصميم. يعني مثلا لازم اسيب قدر من البراحة على منطقة الصدر بحيث انها حتى تقدر تتنفس. حتى الكرسي نفسه لما بنعمله بمشد برضو بنسيب قدر من الراحة عند منطقة الصدر بحيث ان هي تبقى قادرة تتنفس، قادرة تتحرك. ما ينفعش ان اشد القطعة شد كامل على المنطقة بحاجة ان انا عايز يعني اقلل الحجم واظهر احسن فت. لا، لازم كمان يكون عندي قدر من البراح، ولازم في كل مكان في كل قصة لازم ابقى عارفة ايه مقدار البراح المناسب للمنطقة دي
بغرض تحقيق التصميم بتاعي. تاني حاجة حركة الذراع، ما ينفعش مثلا ان البنت تبقى قاعدة متكتفة في التصميم اللي انا عاملاه لها ده، لازم اهتم في التصميم بتاعي والباترون ان الدراع عند البنت يكون مرتاح، ان هي تقدر حتى لو لابسة قطعة فت قوي على الجسم تقدر تحرك دراعاتها للامام للجنب، تقدر تحرك دراعاتها بمنتهى السهولة والراحة، لان عنصر الراحة عنصر مهم جدا. مهما كان التصميم جميل جدًا والبنت لابساه ومش مرتاحة وهي بتتحرك، ده هينعكس جدًا على شكلها النهائي، وفي الآخر هيبان التصميم كأنه قيد هي متقيدة بيه، وده طبعًا شيء مرفوض جدًا. لازم أراعي عنصر راحة الذراع، إزاي أسيب سماحات معينة في القطعة بتاعتي من الخلف تسمح بإن هي تحرك دراعاتها، تقدر تجيب حاجة من فوق، تقدر تجيب حاجة من تحت. طبعًا كل تصميم بيختلف عن الآخر، حتى الأوفر سايز كمان على فكرة لازم إن يعني أحيانًا ممكن يتعمل أوفر سايز غلط، فتيجي البنت تروح رافعة دراعها تبُص تلاقي بقية الستايل بيترفع معاها. عشان كده لازم جدًا أركّز على منطقة راحة الذراع، دي عنصر مهم ومن أول الحاجات اللي بتبان في التصميم بتاعنا. تاني نقطة كمان نقطة الجلوس. دلوقتي لو أنا باعمل حاجة fitted أوي على البنت، البنت جاية تقعد مش قادرة، ما عندهاش سماح إن هي تقعد بشكل مريح، ده يعتبر عيب في التصميم وعيب في الباترون. لازم البنت كمان زي ما هي متألقة وهي واقفة تبقى قاعدة مرتاحة. طبعا بيختلف مقدار الراحة ده من تصميم لتصميم، لكن لازم نراعي النقطة دي لأن هي نقطة في منتهى الأهمية. إن البنت تقدر تقعد بالفستان برضو من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش احط لها تطريز وحاجات، بحيث ان البنت تيجي تقعد التطريز نفسه ممكن يطرقع لاني مش سايبه لها سماح للحركه. خامس عنصر وعنصر مهم جدا من عناصر التصميم الراقي اللي بيطلع في الآخر بمنتج مميز هو المصنع. مرحلة التصنيع دي مرحلة في منتهى الأهمية. عشان كده دايما بقول لو حد بيعمل براند، وكتير من الناس اللي بتعمل براند دلوقتي هي بتبتدي ان هي تختار تصميم وتروح لمصنع يصنعه، احيانا كمان تروح عامله خطوه اضافيه افضل ان هي بتروح لباترونيست مميز يعمل لها الباترون وتروح تصنعه في مكان ما. مهم جدا ان المصنع ده يكون مشهود ليه بجودة التقفيل. ليه؟ لانه انا عندي لو التصميم مميز جدا والباترون كمان دقيق لكن طريقة التقفيل رديئة، في عندي خياطات مقطعة، في تناية الجسم مش مظبوطة، في شدة في جنب من الجوانب، في عناصر كتير جدا ممكن بعد كده نتكلم عنها باستفاضة، آه، ممكن تبوظ القطعة بتاعتي وتبينها بشكل غير جيد. وبالتالي عنصر المراقبة على المصانع مهم. مهم ان يكون في حد جودة بيشرف على القطعة اللي بتطلع دي، عشان ناس كتير قوي بتروح تتفاجئ وهي جاية تستلم المنتج بتاعها في حاجات مش مظبوطة، مثلا عروة محطوطة في مكان غير مكان الزرار بتاعها الدقيق، مكان خياطة فيها تفتيق مثلا في حتة معينة، خياطة فيها فرماتورة، تفاصيل كتير جدا. عشان كده عنصر الجودة مهم جدا، ومن أهم دور للجودة إن هو يطابق القطع بتاعته بمقاسات الباترون، هل هي فعلا دقيقة ولا لأ، وهل الخياطات دي مظبوطة ولا لأ، في شد في قطعة ولا لأ. تفاصيل مهمة جدا ممكن نتكلم فيها لو انتم عايزين في حلقة مستقلة. حاجة كمان مهمة في المصنع حتى لو هو مقفل كويس، مهم جدا ضبط الباترون. يعني هقول لكم على حاجة، احيانا بعض المصانع اللي بتتعامل مع براندات صغيرة بتدي انتاج قليل او بتطلب عدد قليل، ممكن بتفرغ الماركر. الماركر ده عبارة عن الورق اللي بيتفرش على القماش وبيتقص عليه. لو العدد قليل احيانا بيروحوا مفرغين الماركر عشان يقللوا وقت القص للقطع، وده شيء سيء جدا. ليه؟ لانه احيانا بعض القطع بتبقى موروبه باتجاهات معينه مهم الالتزام بيها علشان الجوانب تطلع زي بعض بالظبط. مهم جدا الالتزام بيها خاصه لو انا عندي تقليمه معينه عايزه اظهرها بشكل معين، وبالتالي فكره تفريغ الماركر ده مرفوضه تماما، ولازم التزم والزم المصنع بتاعي ان هو ما يفرغش الماركر. خاصة لو أنا بتعامل مع باترونيست محترف لازم جدا إني أراعي إني أوصل بالقطعة بتاعتي للنتيجة اللي هو حاططها في الباترون بتاعه. ونقطة مهمة جدا لازم أطلبها من المصنع قبل ما آخد منه الشغل الإنتاجي بتاعه، هي إني أطلب منه عينة. مهم قوي أنا هديله الموديل بتاعي، سواء هو هيعمل لي الباترون أو أنا جايبة الباترون من بره،
أقول له اعمل لي عينة الأول، والعينة دي لازم تتفرز كويس جدًا، لإنه إذا المصنع أساسًا مطلّع العينة اللي هيطلب عليها الشغل رديئة وفيها بعض العيوب، فبالتالي كام وكام بقى هيطلّع شغل الإنتاج. حاجة كمان بانصح بيها العينة دي يتم الاحتفاظ بيها، وإن هي دي اللي هتبقى المقياس بتاعي في استلام الشغل، يعني أنا هاستلم الشغل بتاعي بناءً على العينة اللي هو عملها لي، وأرجو، أرجو، أرجو إن الموضوع ده يكون في منتهى الأهمية، إن المصنع هو اللي بيكلّل في الآخر خالص مجهود المُصمم والباترون واختيار القماش، كل ده بيبقى بين إيد المصنع، وبالتالي لازم أختار مصنع جيد، يكون عندي رقابة جيدة على المصنع، يكون عندي عينة لازم أشوف شغل المصنع وأقول له لو عنده بعض المشاكل. كمان في حاجة بنعملها إن إحنا ممكن بعض المصانع بنسهّل عليها شوية، يعني مثلًا حاجة زي البيه مثلًا اللي بيتحط في الكُم أو في الأكواب، بعض المصانع ممكن بنحط لها البيه ده في البركر، بعض المصانع لأ، هي عندها مَكَن معيّن لشريط البيه، فبرضه يكون في تعاون ما بيننا وما بين المصنع، إزاي نسهّل عليه الشغل وفي نفس الوقت نحصل على النتيجة اللي إحنا عايزينها، ونحتفظ بالعينة اللي المصنع عاملها، لإن هي دي المقياس اللي اتوافق عليه واللي المفروض يطلع عليه شغل المصنع. نقطة مهمة جدًا، لإن أنا في الأول أو في الآخر يهمني القطعة تكون نضيفة جدًا وتعبّر عني كbrand، إن لو القطعة سيئة التقفيل فأنا ضيّعت مجهود التصميم ومجهود الباترون، وفي الآخر المبيعات بتاعتي هتبقى ضعيفة جدًا، وبالعكس ده ممكن تعمل لي سُمعة سيئة. يعني كان في شركة ناجحة جدًا وشغلها رائع في فترة معيّنة ابتدت تتعامل مع مصانع لمّا الشغل بتاعها توسّع، ابتدت تتعامل مع مصانع أقل في الجودة، وبالتالي كان بيطلع الشغل في الآخر رديء جدًا، وكمان لإن هي كانت بتتعامل أونلاين فكان بييجيها شكوى في ال كان بتتعامل أونلاين فكان الشغل بيترفض، وابتدى ده يسمّع في السوق وده أذاها جدًا، بس لإنه التقفيل بتاع القطع ما كانش مطابق للعينة المطلوبة، وبالتالي لازم جدًا نهتم بموضوع التقفيل والعينة. اللي أول مرة بيشوفني، أنا جاكلين بولس متخصصة في عمل الباترون وتصميم الأزياء للشركات والمصانع، وبقدم من خلال حلقات سلسلة اتعلم صح نصايح عملية تقدر تفيدكم وإن شاء الله يا رب توفر عليكم وقت ومجهود كتير. أتمنى لكم كل التوفيق. سلام.